الرف ليس بيتا للكتب ولا مكانا لركن الذكريات، إنما هي سيارة صنعت في روسيا وهاجرت إلى طويريج لتعمر وتعمر. التفاصيل في سياق هذا التقرير. من دولة الدبابة البنية الروسية إلى قضاء طويريج رحلة عمرها 5 عقود قطعتها سيارة الرف واستقر بها المقام إلى جوار نهر الفرات العذب، تناست خلالها مناخ الثلج والوجوه الباردة التي تشبه ثلوجها، وتتكيف مع قساوة الشمس الفراتية والسحنة السمراء ملح الأرض، وتعقد رفقة مع الطويرجاويين لم تفرقها السنون بل زادتها ألفة وتماسكا. أنا أول واحد جنيت الرف بطويريج موديل 77، اشتريتها ب2600 دينار، 2000 مو مليونين، 2000. فمن جبتها يعني سيارة حقيقة سيارة حلوة مرتبة وجديدة بوقتها. الخط كان مالنا اللي نشتغل عليه من مركز المدينة اللي احنا هسه بيه، نفتر على الطنبي حي المثنى ابو جوعانه، بس يعني ماكو كانت احياء بطويريج غير بزدني. الرف رمز من الرموز الهنديه لان تعتبر من اقدم وسائط النقل بالهنديه بعد ال 18 راكب، يعني انقرضت ال 18 راكب لعدم وجود ميكانيكيين يصلحونهن وادوات فتنج يعني احتياطيه الها مو موجود، فالتجأوا علما الى الرف. اول شيء رخيصه السعر ويترهم لها ترهيم ادوات، يعني مو بالضروره مال الاصل مال الرف، يعني ممكن من سيارات يصير ترهيم عليها. الخصام عنوان اللقاء الأول في مدينة طويريج، فبعد أن كانت الربلات واسطة النقل الوحيدة آنذاك، أضحى السيارات الرف منافسا وضيفا ثقيل الظل عليهم. تكفل الزمن بإعادتها إلى مسارها الطبيعي، فشكل خبب خيول عربات الربل ومنبهات سيارات الرف سلما موسيقيا لحركتي النقل القديم والحديث في المدينة. يعني احنا من شغلنا الرف اول مرة حقيقة عانينا، يعني عانينا، تعرف الاخوان الربلات يعني اثرنا على رزقهم، صارت مشاكل بعدين انحلت فترة كلش بسيطة، فالناس استقبلت الرف. ليش؟ يعني كروته 25 فلس، 25 فلس يعني في مبلغ يعني بوقتها يعني هم مو بسيط، هو مو بسيط بس مبلغ زهيد يعني زين، فنجحت شغلة الرفات. هاي سيارة تاريخية وقوية ونشطة، ويعني في شغلات كلش حتى العوائل ترغب بها تطلع بها زيارات للبيت يزورون. الرف قديمة بالقضاء الهندية وإجرتها بسيطة، هي يعني ربع دينار، جاي تنقل ذاك الصوب لم الهوى الحي العسكري يعني، فهي يعني خدمية. بدت عليها آثار الزمن وأخذت منها مأخذا، وهي لا تزال تجوب شوارع مدينة طويريج وأزقتها، والعطار يحاول عبثا إصلاح ما أفسده الدهر بإدخالها ورش التحديث والتجديد لتحتفظ بجزء من نضارة ما مضى، لعل جسر الهندية العتيق الذي شغلته بنضارتها يوما يحتفظ بسر تلك النظرة ويبقى أسيرها. لبرنامج حكايات كربلائية علي الجنابي.